نروح سريعا برضو لتونس وبنستعد النهارده. نادي الزمالك النهارده بيستعد للقاء مهم مع الصفاقس التونسي، وبنغطي زي ما غطينا امبارح مع النادي الاهلي دقيقه بدقيقه عن طريق الزئبقي مهيب عبد الهادي من تونس مباشر. امبارح صال وجال، وهيكون معانا لقاءات النهارده. النادي الاهلي ايضا مهيب دلوقتي في مرحله الاطالات وبيسخن، جايب نجوم من نجوم تونس معاه دلوقتي في لقاء نادي الزمالك. نروح سريعا للزميل مهيب عبد الهادي، انا مش عارف هو عازمهم في مول ولا واقف فين. اتفضل يا مهيب. شكرا ليك كابتن سيف، وشكرا لكل مشاهدي الملاعب. اليوم بالفعل تغطية خاصة اليوم طبعا لنادي الزمالك بطل الدوري المصري، وايضا نادي الصفاقس طبعا بطل تونس. احنا في فندق اقامه نادي الزمالك معاكم على الهواء مباشره بنتواصل، ومعانا اثنين من نجوم الكره التونسيه، ويعني ويشاء الحظ والقدر اثنين لعبوا للاهلي وللزمالك. انيس بوجلبان نجم صفاقس والنادي الاهلي سابقا. اهلا وسهلا. مرحب بيك. اهلا وسهلا بيك وهيب، تحياتي ليك، تحياتي لكل متابعين طبعا قناه الحياه المعروفه، وتحياتي لكل جماهير مصر وجماهير النادي الاهلي. وكابتن سيف زاهر معانا في كابتن سيف طبعا وكل الناس اللي بيتابعوا فينا. ومعايا واحد ايضا من نجوم الكره التونسيه، ولعب للترجي ولعب للصفاقسي ولعب لنادي الزمالك، وسام العبدي النجم الكبير. طبعا برحب بيك. مرحبا بكم في تونس مهيب. واول حاجه نحب نقول ممكن في خير الحياه، الف مبروك الدوري السنه هذه لنادي الزمالك، وان شاء الله نادي الزمالك يحقق كل ما يطمح له. مرحبا بكم. لعبتوا قدام بعض؟ لعبنا يمكن 10 ماتشات، 10 مباريات منها. لا، وقت ما كنت انت في الزمالك وانيس في الاهلي. اي لعبنا في الزمالك والاهلي، ممكن في موسم لعبنا 4 ماتشات معناها. يعني لعبنا 10 مباريات، كسبته في 9. كسبني في 9 وانا ما هي كانت ايام زمان بقى. كانت ايام زمان. لو نرجع هكا نكسبوا في 10. صح ولا ايه؟ انيس انت ايه في مالك بادي سخن كده يا انيس؟ لا سخن فين؟ بادي سخن كده. لا اللي اتفرج علينا لو هي الزمالك. الله يتقبل لك. لا حبيت ذكرته في التاريخ، بس تاريخ ذكرنا بالصفاقس التونسي. صفاقسي تاريخ كبير مع صفاقسي. انا تحصلت على عديد الالقاب. فريق صحيح انه ممكن الموسم هذا مش في احسن حالاته، لكن يقعد فريق يعني عنده اسم كبير في الكره العربيه وخاصه الافريقيه. عنده صولات وجولات في كاس الكاف، في الشامبيونز ليج، نهائيات. يعني الفضل يرجع لربي سبحانه. والنادي الصفاقسي انه اليوم انيس بوجلبان يعني موجود على الساحه الرياضيه في تونس. صفاقسي يقعد ديما صفاقسي، ممكن كما قلت هو مش في احسن حالاته، لكن يقعد ديما فريق مرعب وفريق عنده الامكانيات وباش يرجع. قاعد فريق يتكون وتتسمع صفاقسي ان شاء الله سنتين اخرين باش يكون يعني من ابرز الفرق الافريقيه ان شاء الله. ليه مشيت من الجهاز الفني للصفاقسي؟ لا مشيت لانه حسيت انه الامور صعبه شويه، فقررت اني بعد مباراه اليوم ضد نادي الزمالك اني ننسحب. تعرف انه كما قلت لك يعني النتائج ما كانتش طيبه في الفتره الاخيره. عندي فوق الموسم كمدرب مساعد في النادي الصفاقسي تعدينا بظروف صعبه، خاصه ظروف ماديه. الرصيد البشري ما كانش في طموحاتي. انا بصراحه كنت لاعب تعودت بالالقاب، سواء مع النادي الصفاقسي سواء مع النادي الاهلي سواء مع الفريق التونسي. فلما نكون موجود في فريق يبعد عن الالقاب صعب جدا اني نقدر نفسيا ان نتحمل الوضعيه هذه. مهمه جدا. فيريرا المدير الفني نادي الزمالك قاعد يا ترى بتفكر في ايه؟ تحولت من مدرب مساعد في الجهاز الفني الى محب لهذا الفريق اللي بينه وبينه قصه حب كبيره جدا. يعني قول لي شايف مباراه الزمالك والصفاقسي ازاي؟ هي يعني مباراة بصراحة بدون رهان، لكن يقعد ديما أكيد أنه مباراة الصفاقسي والنادي الزمالك ديما مباراة كبيرة ومهمة، وإن شاء الله يعني في غياب الرهان وفي غياب الضغط نشوفوا مباراة طيبة خاصة فنيا. فرصة لعديد الشبان نحكي مهيب. الاوتيل ده ما فيهوش حد مهيب ولا ايه؟ الدنيا هاديه قوي. فريق كبير كما نادي الزمالك. نادي الزمالك مانيش انا باش نتكلم عليه، اكيد بطل مصر. العديد من اللاعبين الكبار صحيح عنده غيابات، لكن يقعد ديما نادي الزمالك، يقعد ديما نادي الزمالك. نروح طبعا نجمنا وسام العبدي. احنا في الاوتيل الخاص بنادي الزمالك، واللعيبه هتنزل دلوقتي وهتبقى الدنيا شغاله زي الفل، لكن هم دلوقتي لسه كانوا في بريك كان في بريك صغير وبيحضروا نفسهم دلوقتي عشان المحاضره. طب انت صوتك واطي كده ليه؟ خايف حد يصحى؟ طبعا
لا، ما عشان الراجل فيريرا قاعد، فانا ما يعني بتكلم يعني بحب عشان الراجل ايه فاهم. تمام تمام يا مهيب كمل. وسام مباراة الزمالك والصفاقسي، واعتقد من المباريات المهمة والممتعة، وانت لعبت مع الصفاقسي قدام الزمالك في مباريات كتير، ولعبت مع الزمالك، يعني اعتقد ليكوا رؤية، يعني ما يكون معايا اتنين من نجوم الكرة التونسية، انيس بوجلبان وسام العبدي، وربنا يكرمنا انت لعبت في الزمالك وهو لعب في الاهلي، والاتنين بيلعبوا في تونس، تحس ان في مهرجان. بالطبع الزمالك والصفاقسي معناها من احسن النوادي اللي في افريقيا، معناها مش تكون كما قال انيس ممكن المباراة مش تكون بدون رهان، خاطر نادي الصفاقسي ممكن خرج معناها حسابيا من كأس الكاف، ونادي الزمالك صعد، لكن مش تكون مباراة فيها روح، فيها كما نقولوا نحن عندنا فيها شارم، فيها معناها كورة، فيها لعب، خاطر الناديين كما قلت لك معناها ناديين كبار. ان شاء الله تعدى مباراة باهية، ان شاء الله نتفرجوا على كورة. نادي الزمالك كما قلت داخل معنويات كبيرة، معناها المباراة هذه، معناها اكيد، ونادي الصفاقسي ما عنده معناها لا يكسب لا عنده ما يخسر، باش يلعب مباراة ممكن نادي الصفاقسي اليوم ممكن مش يعول على الشبان اكثر من معناها يشوف شبان، خاطر نادي الصفاقسي يمر بفترة خايبة، معناها فترة مش كويسة في السنة هذه والسنة اللي فاتت، معناها كما قال لك انيس لازم تصير تغييرات في النادي، لازم ان النادي يجيب موارد، لازم ان النادي يعرف كيفاش يخرج من المحنة هذه. ونادي الزمالك تاريخه كبير كما قلت لك، معناها تاريخه كبير، اسم كبير، انا لعبت في نادي الزمالك وشفت معناها ناس كويسه في الزمالك بصراحه. قلت لي كان نفسي العب في الزمالك في وجود المستشار مرتضى منصور، واللي كان الحاله اللي بيعيشها نادي الزمالك. بالطبع انا كنت معناها نحكي مع احمد مرتضى، معناها كنت نحكي له على نادي الزمالك، قلت له والله نفسي معناها نلعب في نادي الزمالك، والمستشار موجود، معناها المستشار معناها ناس كل تحكي على الاستاذ مرتضى منصور، معناها استاذ كويس ويحب النادي ويحب اللعيبه ويحب الناس كل. وان شاء الله بالتوفيق للنادي الزمالك في الكاس الكاف هذيا، وان شاء الله يمكن اسبوع ولا اسبوعين نمشي الواحد يشوف النادي ويشوف اصحابه ويشوف. ان شاء الله احنا في انتظارك، احنا رتبنا خلاص ان انت نازل. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق، ربنا يخليك يا كابتن. حبيبي. كابتن سيف، متواصلين معاك من داخل فندق اقامه نادي الزمالك على الهواء مباشره، واعتقد التحرك هيكون خلال 25 دقيقة من الآن. متواصلين معاك، كل ما هو جديد هننقله ليك من خلال مقر بعثة نادي الزمالك. مهيب، هل في جديد عن إصابة أنطوي امبارح؟ بالفعل، يمكن انطوي زي ما احنا شفناه، واحنا انفردنا بلقطات خاصه لينا من خلال اللقطات اللي ممكن تتعرض عند حضرتك دلوقتي كابتن سيف، سواء من الملعب سواء بره الملعب، سواء هو النادي الاهلي بيغادر البعثه متوجه، بيغادر الفندق متوجه الى المطار. انطوي اعتقد هيغيب على الاقل كده 3 اسابيع، اصابه في جزع في طبعا في انكل القدم، لكن يعني اصابه ممكن 3 اسابيع، يعني اعتقد ان انطوي خارج نطاق الخدمه سواء في كاس مصر او في كاس الكونفدراليه مع الاهلي في الفتره القادمه. وطبعا كله اكد ان هيتم الاعتماد على ايفونا بدلا من جون انطوي، طبعا في ظل وجود النجم الكبير عماد متعب. طب قول لي دلوقتي اجواء بقى المعسكر عندك، انا شايف الحقيقه هدوء وشايف الراجل قاعد، اجواء معسكر الزمالك ايه؟ يعني انا شايف ان معسكر الزمالك عندي من الكواليس ان هو ماشي بشكل جيد جدا، المسؤولين هناك احمد مرتضى منصور والمجموعه اللي معاه الحقيقه يعني بتأدي بشكل هادي وبشكل اكتر من رائع.